تعالى تعالى شوف المصريين تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله. ابويا بعتنا عشان تيجي تحلق الحماره. حمارات. الحماره عندنا عايزه تحلق. حاضر اجي اخلص الدحش اللي معايا. جدعان قسما احنا لو حشرنا السوشيال ميديا كده بينا كده بالطريقه المقرفه دي احنا مش هنطلع تاني. هو اللي سقط الوكاله؟ انا. انت شغاله عندي مش مراتي؟ لا انا مراتك. لا مش مراتي. ليه؟ انا مراتك اهو في سريرك. لا مش مراتي. لا مراتك اهو في يعني انت سريرك. سرقت تليفوناتي؟ انت سرقت كنت بتخوني. سرقت كام تليفونات؟ 2. امتى؟ ماشي ما فاكره. امتى سرقتيهم؟ امتى؟ لا امتى قولي امتى سرقتيهم؟ والله ما فاكره. من شهر؟ مش فاكره. من شهر صح؟ مش فاكره. من شهر ولا من امتى؟ خدت التليفون ده. مبدئيا ما فيش سرقه بين الزوج وزوجته، ده مبدئي تمام كده. تاني نقطه بقى حضرتك الولايه عم تفضح فيك تقول لك بتخني وتجيب نسوان وتجيب مش وبرضه منزل فيديو. ده انت راجل يا راجل اتربى يا راجل، عيب يا راجل اختيش. دي مرات بتقول لك مرات مصورها منزلها يا راجل اختيش، عيب. النصيحه على الملأ فضيحه. اللي بتكلم واحد مرتبط او خاطب او متجوز بنقول عليها ايه يا بنات؟ يا ملك الغابة ما نفسك الكلام من ناس عرل والله. ما انت هزقت نفسك والله. بقى شفت اخرة العط ايه؟ واحده جايه بتقول لي بص بتقول عليك ايه وهي اسود مني. بعد قليل ايه يا عينيا سيعتذر الشعب المصري بالكامل لموكلك. انت متطوع ان انت تدافع عنه، يعني ده شيء بمزاجك مش بمزاجهم كمان. هم ما راحوش مكتب حضرتك وقالوا لك تعالى ده انت متطوع عشان ده ترند، ده طبيعي والناس عارفه كده عنك تمام كده. بس ايه اعتذر الشعب المصري؟ انا مش هعتذر لحد يا عم. انا مالي يا عم ومال الراجل ده؟ انا مش هعتذر لحد. انت بتعمم ليه يا جماعه؟ انا والله بجد انا مش عارف ايد ولا عارض ولا اعمل ايه في قصه روح دي. يعني انا متعاطف معاها من البدايه. منظرها انا صدقتها بجد بجد والله. يعني انا بشوف ناس مجرمين كتير، بشوف ناس كدابين كتير، بشوف ناس بيشتكوا كتير، بشوف ستات بتولد كتير، بشوف حاجات كتير قوي. فانا طبيعي بطبيعه شغلي بعرف افرق بين الصادق والكذاب واللي بيمثل واللي ولكن البنت دي انا صدقتها بصراحه. ولكن وجود طليقها انا ما اعرفش مدى علاقتهم بعض ايه. بالمنظر ده ونطلع قرار بإلقاء القبض عليها زي ما تداول على ما اعرفش ده صح او غلط. فالموضوع محير جدا، يعني صح او غلط. البنت دي على حق او مش على حق؟ البنت دي بتعمل تمثيليه او لا؟ وتاني نقطه البنت التانيه ما فيش اي بكل برود كل شيء طبيعي يعني بالنسبه لها، حتى على الاقل حتى مفيش اي تغير. فايه في الحقيقه يا جماعه ده كالعاده اسمعوا بس. قول اسمك. على الطلاق ما انت معدي بكام. قول اسمك يلا. قول اسمك. بطل ماشي عكس ومش عاجبه. هو ما تعرفش الناس اللي بتيجي عكس دي ده ليه كده؟ يعني اللي هو حاسين نفسهم اللي هم هندخل في هم دخلوا عكس. استنى منهم ايه يا مريم؟ قول. ايوه انا مريم، انا بشتغل في المعادي وشغلي عند كومباوند البارون. ده لسوء حظي انه في شخص بيتحرش بيا لفظيا. وقفت مرتين 2 انا فاكراهم، دفعت عن نفسي وهزقته وحاولت ان انا الم عليه الناس، ولكن لسوء حظي ده ما حصلش. الناس ما اتلمتش واعتقدوا ان انا تعبانه او مجنونه لانه بيتخبى. بص احنا كشعب مصر شعب عنده نخوه ورجوله رهيبه. الموقف اللي حصل كان في اتوبيس، انت بتقولي قاعد يتطاول وقاعد يقول الفاظ ويعاكس ويباكس ويقول ويعيد والكلام ده كله في الاتوبيس قدام الناس دي، والناس دي ما قامتش قطعته. انا ده بس ده سؤال. الكلام اللي انت بتقوليه ده حصل في الاتوبيس والناس ما الفيديو اللي انت صورتيه وطلعتي وشهرت بالراجل وقلب الدنيا والكلام ده كله، مبروك عليك الترند ولكن الفيديو ما فيهوش اي حاجه. الراجل ما بيعمل، الراجل واقف ثابت ولا بيعمل اي شيء. انا بس الالفاظ اللي اتقالت والقصص والحوارات اللي انت بتحكيها في الاتوبيس قدام الناس، والناس وانت بتصوري سكتت وضحكت. هتغني غني طيب بس بالراحه طيب، وانت عشان احنا محتاجين نستمتع. انا دايما اما باجي اتكلم في حاجه زي كده بلاقي ناس بتقول الستر، نستر على حد زي كده، حد ارتكب معصيه او ارتكب كان مع بنت او كان مع واحده، لا لازم نستر عليه عشان خاطر كلام كتير من هذا القبيل. ونسيوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا الفاجر بما فيه كي يحذره الناس. واحد زي ده لازم كلنا نعرفه، لازم كلنا نعرفه ان هو شخص سيء. لازم اي بني ادم سيء ده او غيره اي بني ادم لازم كل الناس تعرفه عشان
نحذر عشان نخلي بالنا منه، عشان نحذر نفسينا قبل ما نحذر غيرنا. الله 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 ايه الجمال ده. بصوا انا اروح هناك وادخل المس الكعبه ورجعوني طاير، يعني شيلوني كده ارموني في والله العظيم احساس. بصوا الراجل بيضحك.